السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم بقلاوه تركيه بالكاوكاو. كتجي رائعه بزاف بالعجينه ديال الفيلو اللي غادي نوجدوها في الدار. بالنسبه للناس اللي ما كيلقاوهاش في المتاجر اللي كيكونوا حداهم، حنا غادي نوجدوها في الدار بالطريقه الصحيحه ديالها. عندي هنا في المقادير اول حاجه غادي نبداو فيها، عندي 650 غرام ديال الطحين ديال الحلويات اولا 6 ديال الكؤوس ديال العنبه. درت فيها انا ساشيه ديال الزهر، ودرت ساشيه ديال الخماره. عندي هنا معلقه كبيره ديال السكر ونص، ممكن لكم تعوضوها بمعلقه كبيره ديال العسل ونص. عندي هنايا الملح تقريبا غير 4 معالق ديال الملحه. غادي نحتاج فيها هنايا يوغورت مسوس. هاد العجينه هادي كتجي رائعه بزاف وكتجي مقرمشه، كتعوضينا العجينه ديال الفيلو. بالنسبه بزاف ديال الاخوات طلبوها حيت ما كيلقاوهاش. عندي هنا غنحتاج فيها نص كاس ديال صغير ديال الزيت العاديه. عندي هنا تقريبا غتهز ليا 2 كيسان لاروب ديال العنبه ديال الماء، اولا هاد 2 كيسان صغارين ديال الماء. الا ما عندكم الساشيه ديال الزهر ممكن لكم ديروا نص كاس ديال الزهر وكاس ديال الماء. صافي هنا غنبقاو تنعجنوها. العجينه ما خصهاش تكون رطبه وما خصهاش تكون قاصحه بزاف، خصها تكون موين، ما هي ما قاصحه ما هي ما رطبه. صافي غادي نبقى هكا كنعجنها. من بعد غادي ندلكها مزيان مزيان باش كتبقى رطبه وما يبقاوش فيها حتى شي كويرات، كيف كندلكو عادي العجينه ديال الملوي اولا ديال المخمر. هنا مباشره من بعد ما دلكناها مزيان غادي نجيب هنايا النشا، هو اللي غادي نخدم به، ما غاديش نخدمو بالطحين. هاد العجينه هادي كتبغي تخدم بالنشا. غادي نقطع القطع العجين اللي عندي على 8 ديال القطع، وانا كنخدم وكندير النشا بطبيعه الحال. غنكركبهم بحال هكا وغادي نحتفظ بهم حيت هي غتبي ترتاح من بعد ما كركبناها. غنخليوها ترتاح باش من بعد نخدموا بها وما تعذبناش تجينا رطبه في الخدمه. صافي كنكركبهم بحال هكا، كندير ليهم النشا من الفوق من التحت، وكنغطيوها ضروري نغطيوها بالسلوفان باش ما كتقصحش لنا العجينه. صافي دابا غادي ندوزو للحشوه من بعد ما خلينا العجينه ديالنا ترتاح. نتمنى هاد المراحل يكونوا واضحين، واللي عنده شي استفسار يخليه ليا في التعليق وانا غادي نجاوبكم ان شاء الله كاملين. عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو، حمرته شويه في الفران بلا قشره. حمرته في الفران ولكن ما يتحمرش بزاف كيف كتشوفوا، حيت هو مازال غادي يزيد يطيب في الفران. غادي نطحنو مزيان مزيان على شكل ديال البودر. غادي نحتاج معاه هنايا ساشيه ديال الفلون، اولا لا عندكم نسلي كراميل ديروا معلقه كبيره ونص، حتى هو كيجي فيه زوين المذاق. عندي هنا نص كاس صغير ديال الزبده وما الزهر تقريبا. عندي هنايا كاس لاروب اللي غادي تهز ليا ديال ما الزهر. عندي معلقه كبيره ديال القرفه مطحونه، وعندي شويه ديال المسكه حاره دقدقتها مع السكر والملح بطبيعه الحال باش نصحوا الذوق. ضروري في هاد الحوايج تيكونوا مالحين، كنديروا لهم الملحه باش ما كتجيناش غير الحلاوه. الملحه كتخرج المذاق ديال اي حاجه درناها. عندي هنايا تقريبا 2 معالق حتى ل2 معالق ونص ديال السكر كلاصي. اللي بغى تجي حلوه تاني بزاف اكثر من هكا، انا ما بغيتش تجيني حلوه، ممكن يدير 3 المعالق او 4 المعالق على حسب الذوق. صافي هنا غنبقى كنعجن في العماره ديالنا او الحشوه. كتجي هذه المذاق رائع ملي كنضيفوا ليها الكراميل، كتجي بنينه بزاف، كيعزز لينا الذوق ديال الكاوكاو. وكتجي اقتصاديه على ديال اللوز. الا بغيتو ديروا اللوز كتعوضوا اللوز في بلاصه الكاوكاو، غير هو ما كتضيفوش الكراميل كاع في مره. صافي هنايا من بعد ما عجننا العجينه مزيان وغادي نخليوها على جنب. غادي ندوزو دابا غادي نطلقوا العجينه ديالنا بحال هكا على شكل تقريبا بيضاوي، وانا كنطلق وانا كنفرقها بالنشا. ضروري النشا هو اللي كيخليها كتجي مرقه وكتجي مقرمشه وما كيتلاصقولناش الكويرات. غادي نستمر بحال هكا، غادي نديرهم كاملين ب8، كلهم غنديرهم فوق بعضياتهم، وبين كل طبقه وطبقه كندير ثاني نشا يكون هكا بكميه مهمه، هو اللي كيخليها تجي بحال هكا تكون رقيقه وكتجي بحال الثوب كتولي. صافي بحال هكا انا كنحط وحده على وحده وكنضيف ثاني نشا من الفوق.
غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. درت 8 الكرات اللي درت. وكنقادوهم باش كيجيو متساويين. هنايا من بعد ما كملتهم كنحاول نطلقهم غير هكا بشويه بشويه، وانا كنطلق وانا كنقاد طبقات مع بعضياتهم. صافي ضروري نخليوها تستراح شويه في هذه المرحله هذه قبل ما نطلقوهم، تطلق راسها شوي باش ما تعذبناش في الطليق وما تجيناش معوجه العجينه، ما تجيناش جهه فيها وجهه ما فيهاش. هنايا كنقاد العجين ديالي وكنرققها باش تجينا قد قد. صافي غادي نخليها تستراح مازال شويه، من بعد غادي نزيد نكمل الخدمه. كيف كتشوفوا انا كنطلق هنا وانا كنخدم. الا عندكم شي سطح عمل كبر من هذا اللي عندي انا غديروها طلقه واحده. انا هنايا عندي سطح العمل صغير، غادي نقسمها على جوج وغادي ناخذ القياس ديال الطاوله اللي عندي وغادي نبقى نخدم النص بالنص. هذا النصف الاول غادي نخدم به على هذا الشكل هكا، يكون بحال الشكل المستطيل، يعني قريب القياس ديال الطاوه ديالنا. غادي نقطعوهم على حسب ديال الطاوه باش يجيونا مقادين، ماشي تنعمروهم ثاني عاد نقطعوهم. صافي غادي نقطع هذوك الزوائد وكنحتفظوا بهم. كنصاوبوا بهم بقلاوه ثاني مدورين. هي فيها بزاف ديال الشكل وانا اختاريت لكم اسهل شكل ممكن لكم تصاوبوه، يعني ما فيه لا تماره لا حتى حاجه. كنزيدو كنرقوها شويه، ما خصهاش تجي غليظه، الا جات غليظه غتجينا معجنه. صافي هنا كنبدا كنضيف الحشوه ديال الكاوكاو اللي صاوبنا. كيف كتشوفوا العجينه كتجي زوينه بزاف، وحتى الريحه دابا بدات كتطلع. الريحه انا كنصاوبوا الريحه ديال المعسله اللي درت بدات كتعطي الريحه ديال ما الزهر ديال الكراميل ديال الكاوكاو. صافي هنا من بعد ما درتو غادي نلوي تقريبا لويه بحال هكا، وغادي ندير الماء ندهن به، هو اللي غادي يشد لي هاد البودان هذا اللي صاوبت. صافي وغادي نضغط شويه بحال هكا، وغادي نجيب الطاوه وغادي نحطها على القياس ديال الطاوه تماما. كيف كتشوفوا غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي ديال العجينه وديال الحشوه. تقريبا غادي تعمر ليا الطاوه كلها. انا عندي طاوه كبيره ديال الفران، نتوما على حسب الطاوه اللي عندكم كتعمروها وكتحبسوا. صافي دابا غادي ندوز غادي نوجد العسل باش غادي نسقيوها اولا القطر، كل واحد شنو تيقول ليه. انا عندي 2 غرارف ديال السنيده تقريبا. الا درتو 2 مقاييس ديال السنيده غديروا مقياس واحد ديال الماء اولا مقياس ونص، حيت هذه كتبغي تكون شويه جاريه ما يكونش ثقيل. صافي كندير مع 2 طرونشات ديال الحامض باش ما يتكرمل، باش ما يتكركبش لينا السكر وما يقصحش. صافي هنا من بعد ما خليتها ترتاح واحد شويه بين ما وجدت العسل، حيت العسل تا هو خصو يكون سخون، وهاد البقلاوه هادي تنخرجوها من الفران سخونه ونسقيوها. وضروري تغطيوها، يعني اي طرف حطيتوه غادي تغطيوها باش ما تقصحش ليكم، ضروري تبقى هكا رطبه. كنجيب الموس نقطع هكا على شكل مثلثات. كيف كتشوفوا راه واضحه بزاف. ولا غديروا الشكل الثاني اللي غادي نوريكم غيكون عادي، غير تقطع عادي. نتوما غديروا الشكل اللي بغيتو واللي جاكم ساهل. الموس بطبيعه الحال يكون ماضي بزاف باش ما يخسرش لكم العجينه. صافي كنستمر بحال هكا. غادي نقطع العجينه كلها اللي عندي وغادي نسخن الفران على درجه ديال 200 الفوق والتحت.
انا من بعد ما كملت تقطع الطاوه كامله كنخليو شويه ديال الفراغات فين تنفخ لينا العجين ديالنا. هنايا جبت الزبده، خلطت انا بين هنا الزبده الحيوانيه والزبده ديال التوراق. درت 125 غرام ديال الزبده الحيوانيه و125 غرام ديال المانغارين. كيف كتعرفوا دابا الزبده راه مرتفعه في الثمن، واللي ممكن ليه يديرها كامله حيوانيه من الاحسن. كنديروها فوق من البوطه حتى كيمشي كاع هذاك الحليب اللي تيكون فيها، وكيتبدل ليها شويه اللون، كتغمق غير شويه ماشي بزاف كيف كتشوفوا هكا في الصوره. هنا من بعد ما سقيناها مزيان بالزبده، دابا راه الحال بارد، راه جبدات ليا الزبده صافي. غادي ندخلوها الفران دابا طيب كيف قلت لكم على حسب الحراره، من بعد نخرجوها باش غادي نسقيوها تكون سخونه مباشره نسقيوها. هنا من بعد ما خرجناهم غادي نسقيوهم داك العسل اللي درناه كاملو. كيف قلت لكم ما يكونش ثقيل بزاف، يكون شويه جاري، نخليوه يطبخ غير شويه ماشي بزاف صافي. غادي نسقيوها وغادي نخليوها. انا غادي خليتها في الطاوه ليله كامله حتى تعسلات مزيان وشربت هذاك العسل كامل صافي. من بعد الصباح عاد غادي نحيدها من الطاوه وغادي نديرها في الطاسات. هذا هو الشكل النهائي ديال البقلاوه ديالنا اللي صوبناها بالعجينه ديال الفيلو المنزليه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. كيف كتشوفوا الورقه راه كتجي طالعه وكتجي مقرمشه بزاف. انا من بعد ما خليناها حتى شربت تشرب العسل الليله كامله، دابا غادي ندوز باش غادي نحتفظ بها. درت هنايا في الطاسات ديال المجمد وفرقتهم بالميكات، كل طبقه بالميكا بلاستيك ديال البلاستيك الغذائي، وغادي نخليهم في الثلاجه نحتفظ بهم. تقريبا دابا راه باقي لنا شهر ونص على رمضان، ممكن يكون صابون حتى شهرين كيبقاو في الفريكو تحتفظوا بهم. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم ويجيكم ساهل، نكون بسطت عليكم هاد المعسلات. تلاقاو في فيديو اخر جديد. سلامه.